صلوا على مولاتنا السيدة زينب الحوراء صلاة حسينية علوية فاطمية زينبية بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وأجر وأنعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، سلام على الحوراء ما بقي الدهر، سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء، جرى ما جرى في كربلاء، وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. شنو؟ جرى ما جرى في كربلاء، جرى ما جرى في كربلاء، وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، هذا اللي يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعا موزعا موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. رأته ونادت، رأته ونادت، رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الاسم. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي ووالدي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أخي إن في صدري أسا لا أطيقه، أخي إن في صدري أسا لا أطيقه، وقد ضاق مني في تحمله الصدر. أخي إن في صدري أسا لا أطيقه، وقد ضاق مني في تحمله الصدر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء أبا عبد الله. قلبي يمك أبا عبد الله. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء، مقيم إلى أن ينقضي مني العمر، مني العمر، مني العمر. يا مثلي حرم عاداه الدهر، يا هي مثل حرم عاداه الدهر، غيمت دنياها بالهم والقهر. أنا زينب، أنا زينب، أنا كنت مدللة براية العباس، كنت مظللة. كان ظل بلا ولبطف كربلاء، والنشامة كلها على الغبرة. بعد ما أنا كنت مخدرة قومي وهلي، قومي وهلي، وكان حيدر هو عودي وشافني، حتى من طبروه قال لي تدللي عن يمينك شمس واليسرى قمر، عن يمينك شمس واليسرى قمر، اليسرى قمر، اليسرى قمر. وقال للعباس يا راعي الشيم
تدري بملاك السما زينب خدم، هاك سيفي وانت شيال العلم، وزينب بيمناك يا راعي الفخر. والله وصار صار 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 شاف الخدر راعي الغانمة، وراسي بوجوده وصل سابع سما. نشني عباس وكلف بالموزمة، وسيفه كلها تصيح للموت الحمر. تالي ما ادري ايش صار بالدنيا وجرى، تالي ما ادري ايش صار بالدنيا وجرى، ولن ابو فاضل طريح على الثرى. تالي ما ادري ايش صار بالدنيا وجرى، ولن ابو فاضل طريح على الثرى. بس وقع صرت انا موش مخدره، وخدري بالرايه انطوى يم النهر. خدري بالرايه انطوى يم النهر. وبس وقع عباس يم المشرعه، لان ابو اليم السيوف تقطع. بس وقع عباس، بس وقع عباس، بس وقع عباس يم المشرعة، لأن أبو اليم السيوف تقطعه. فجع قلب أم الزكية بمصرعه، وحيدر الكرار دلال الفطر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلام عن السيدة زينب طويل جدا، الوقت هم قصير جدا بالمقابل، فإحنا شلون نوازن بين الكثير والقصير. الكلام عن السيدة زينب كبير طويل وما له نهاية. بصدق أقول أكو عندنا حديث اسمه حديث الأشباه، رواه الشيعة والسنة. شباب باوعوا لي أقول معلومات مهمة، كلش التفتوا لي. هاي ساعة انطوني إياها، انطوني هاي الساعة من عمركم انطوني إياها. أكو عندنا حديث معروف مشهور عند الشيعة وعند السنة، اسمه حديث الأشباه. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، نوح في فهمه، موسى في شدته، عيسى في زهده، يوسف في جماله، يحيى كإلى آخره، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. يعني من أراد أن يعرف علي بن أبي طالب فما عليه إلا أن يعرف 124 ألف نبي يعرف عليها. طبعا هذا الحديث أقول ثابت يا إخوة، تشوفوني. أكو أحاديث موجودة بس عند السنة، وأكو أحاديث موجودة بس عند الشيعة، وأكو أحاديث متفق عليها بين السنة هذا شلون حديث الغدير متفق عليه شيعة وسنة. حديث الثقلين متفق عليه شيعة، جاوبوني، وسنة. حديث السفينة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينتي، متفق عليه بين الشيعة والسنة. حديث الأشباه، من أراد أن ينظر آدم، نوح، موسى، عيسى، الأنبياء كلهم فلينظر إلى علي. يعني اللي يريد يعرف 124 ألف نبي يكون يعرف علي، واللي يريد يعرف 100، واللي يريد يعرف علي يكون يعرف 124 ألف نبي، يلا يعرف علي. طبعا القضية مو سهلة، معرفة 124 ألف نبي سهلة؟ بميزاتهم بخصائصهم كلها اجتمعت، ما تفرق فيهم اجتمع وين؟ بعلي. طبعا هو رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم. بس تقول لي هذا شنو ربطه بزينب؟ بس انتظرني يا بيك، شوف شنو ربطه بزينب. هاي كلهم كنت تعرفهم وخصائصهم، مثلا إبراهيم صديق، إسماعيل صادق الوعد، نوح أمين، إني لكم رسول أمين، إسماعيل صادق الوعد، موسى مخلص، واذكر في كتاب موسى أنه كان مخلصا، إبراهيم واذكر في كتاب إبراهيم أنه كان صديقا، كذا كذا كذا. هاي كلها وين مجتمعة؟ يعني هم وميزاتهم خصائصهم كلها مجتمعة وين؟ بعلي. فإذا تجمعها وتعرفها كلها تعرف علي بن أبي طالب. قضية مو سهلة أيها الإخوة. النساء المؤمنات في القرآن إذا أعرفتهن كلهن تعرف زينب عليه السلام.
تعرف زينب عليه السلام. شلون يعني إذا عرفت التوبة والإنابة في حواء، شوفني ذني النساء القرآنيات ذني وغيرهن، إذا أردت أن تعرف المبدأ والصبر على المبدأ كموجود بآسيا، صخر هالقد يدبوها على صدرها، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، بحيث الله ضربها مثلا للذين آمنوا، ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، مو لا زين. إذا أردت أن تعرف موقف خديجة مع النبي ووجدك عائلا فأغنى، بيش أغنى النبي ووجدك عائلا فأغنى، بشنو أغناه؟ بخديجة. فإذا أردت أن تعرف هذه الخصلة بخديجة، إذا أردت أن تعرف الاتصال المباشر بأم موسى بالله، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أكو اتصال مباشر بينها وبينه جل وعلا كما بينتها الآية. إذا أردت أن تعرف ذلك، إذا أردت أن تعرف صديقية مريم وأمه صديقة، شلون إبراهيم صديق، يوسف أيها الصديق، إذا مريم صديقة، إذا أردت أن تعرف صديقية مريم وأمه صديقة، تصديق مريم بالآيات والكلمات الإلهية، عظمة مريم ما ذكره القرآن لمريم. إذا أردت أن تعرف كل ذلك وعرفت كل ذلك، عرفت السيدة زينب، فما تفرق فيهن أو فيهن اجتمع وين؟ اجتمع بالسيدة زينب. طبعا هن بس دن النساء العظيمات بالقرآن؟ لا، مو بس دني أنا الآن، دن لي خطرا ببالي، وإلا القضية النساء العظيمات أكثر من ذلك، أكبر من ذلك. بس هذا اللي شنو اللي يخطر الآن ببالي كنماذج للنساء الإلهيات المذكورات في القرآن الكريم، ما تفرق فيهن اجتمع في السيدة زينب. زين أنت بالبداية تعال اعرف ذني وحدة بوحدة، وحدة وحدة، وتعال اجمع ما تفرق فيهن في السيدة زينب عليه السلام، واطلع بنتائج عظيمة. اطلع بنتائج شنو؟ عظيمة. ولهذا أقول لكم الكلام في السيدة زينب واسع 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 كبير. هيك قضية سريعة التفاتة سريعة، لأن أنا كلامي الآن مو بسيدة زينب، لا، أريد أقول لكم الكلام بسيدة زينب طويل ما له نهاية، كلامي مو سيدة زينب، لا 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 لا، أريد أخذ لي فشي بزينب وأسلط عليه الضوء، هذا كلامي، محاضرتي هاي، بس بعد ما بديت سايرني. أقول لكم إذا أريد نفتح كل ملفات زينب نضيع ببحر زينب بصدق، لأن ما تفرق في النساء الإلهيات اجتمع في السيدة زينب. هذا أقدر أثبته إليك، بس إثباته يحتاج إلى ليال وليال نسولف، وقت ما عندي، فأنا ما راح أسلط الضوء على هذا الموضوع، أصلا موضوع آخر. هسه قلت كل وحدة وخصوصيتها ما تفرق بهن اجتمع بزينب. يعني مثلا خصوصية أم موسى، مثلا أقول لك كلام طويل، خصوصية أم موسى باوعني، خصوصية أم موسى أنه عندها ارتباط مباشر بالله، وأوحينا إلى أم موسى. هذا الارتباط المباشر بالله تتصور سهل لو يتبع آثار ودقائق وحقائق ورقائق؟ لا، مو سهل، كبير. شلون كبير؟ أقول لك مثلا، باوعني أقول لك مثلا، موسى لما صار عنده اتصال مباشر بالله وعلم لدني من الله، فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. موسى لما صار عنده ارتباط مباشر بالله، أو الخضر لما صار عنده ارتباط مباشر بالله، وهذا سبب له علم لدني للخضر. هذا العلم اللدني خلى موسى يتبع الخضر في مجال من المجالات يوم خلاه. أسألكم، خلاه؟ خلاه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ مع أنه موسى نبي، موسى رسول، موسى من أولي العزم الخمسة، الشهادات عنده، اتبع الخضر، والخضر لا نبي لا رسول، عنده علم لدني، رحمة إتائية وعلم لدني، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، من لدنا، بس باوعني من لدنا، يعني علم موسى، علم الخضر مباشر متصل بالله. زين العابدين ايش قال بزينب؟
أما أنت بحمد الله شنو؟ عالمة غير معلمة. عالمة غير معلمة يعني علمها لدني ومو لدني. ها؟ لدني، يعني مو تعليم معلم، مو علم حصولي مثل ما أنا وياك نتعلم بمدرسة ونتعلم بحوزة، وإنما السيدة زينب علمها من الله. هو الخضر كان علمه منين؟ علمه من الله. لما الخضر كان علمه من الله جل وعلا اتبع موسى يوم اتبع موسى. هل أتبعك واتباع موسى للخضر ولد رشد مما علمت رشدا؟ رشدا بس باوع لي. خو زينب عالمة غير معلمة سلام الله عليها. أقول لكم قضية، مو أقول لكم هاي وحدة، أقول لكم قضية أخرى. نفس أم موسى واتصالها بالله. أوحينا إلى أم موسى بشكل مباشر. أم موسى لما كان عندها اتصال مباشر من خلال وحي أو غير وحي بالله، أم موسى أخبرت بالمستقبل يوم ما أخبرت بالمستقبل؟ جاوبوني شنو الدليل أخبرت؟ أحسنتم، إيه أحسنتم. رادوه إليك بعد وجاعلوه من المرسلين، يعني إيه رادوه إليك. هسه بالله مثلا بعد كم ساعة نرد إليك حتى ترضعيه. هسه هاي تقول لي سهلة منا، يعني درت ساعة ايش راح يصير؟ جاعلوه من المرسلين مو ساعة، عقود من الزمن. هسه حكي عديل مو عديل والله ما أدري أنا. جاعلوه من المرسلين ايش وقت؟ هذا الله قال للأم موسى راح نجعله مرسل لما موسى استوى اجى للدنيا وقالها ذبيه بالنهر، وذبوه بالنهر وموسى يريد يرضع والله حرم عليه المراضع ورجع إلها. والله هاي برا ساعتين ثلاثة ما أجي وياك، هاي قريبة. بس جاعلوه من المرسلين قريبة يا بعيدة؟ بعيدة، لأن جاعلوه من المرسلين برا ما تزوج بنت شعيب، رجل تزوج وخدم يم شعيب 10 سنين وهو كان شاب قبل 10 سنين، صار رجال. جاعلوه فهو لما قالها جاعلوه من المرسلين يعني بعد 40 سنة 50 سنة. فأم موسى لما كان عندها ارتباط مباشر بالله أخبرت بما سيكون يوم ما أخبرت، يعني كان عندها علم ما سيكون يوم ما كان عندها، كان عندها علم المستقبل يوم ما عندها. الخضر اللي علمناه من لدنا علما كان عنده علم المستقبل يوم ما عنده. شنو الدليل عنده؟ شنو الدليل عنده؟ تدرون شنو الدليل؟ لما أقام الجدار وسأل موسى عن السبب شنو قال للموسى؟ أو لما قتل الغلام، العفو، لما قتل الغلام وموسى سأله عن السبب شنو قال للموسى؟ قال له هذا إذا ما أقتله بعد سنين راح شنو؟ يؤذي شنو؟ فالخضر كان عنده علم بالمستقبل يوم ما كان عنده. هذا الغلام برا كذا سنة راح يؤذي أبويه، عنده علم بالمستقبل ولا لا؟ أقول هذا الاتصال المباشر بالله شي يولد؟ يولد اتباع موسى 1، يولد علم بالمستقبل 2. زينب لما زين العابدين يقولها عالمة غير معلمة، هاي الآثار كلها تجي زينب يوم ما تجي. ها؟ ولهذا زينب لما قالت ليزيد أيامك عدد جمعك بدد، أيامك عدد، ايش مدريها زينب أيام يزيد عدد؟ أيامك عدد إخبار بالمستقبل يوم مو إخبار. يعني زينب تدري بما سيكون يوم ما تدري. كثقافة قرآنية المتصل بالله وعند علم لدني يدري لو ما يدري؟ يدري. فلما نقول زينب تدري بما سيكون هذا ثابت دينيا يوم ثابت ثابت. أقول خصائص وصفات ومزايا النساء الإلهيات في القرآن وحتى بعض الرجال الإلهيين، بل حتى الرجال الإلهيين، هذا إذا نريد نستغرق به ونجي لزينب عليها السلام ونعرف زينب من خلاله يفتح لنا أبواب مال يوم يومين وأشهر. أنا هسه قاعد أجيب دليل ولا هذا مو موضوعي، حتى أقول لكم أنا ما قاعد أبالغ بالكلام. هذا هسه فتش التفاتة سريعة وإلا إذا نفتح كل الأبواب ما نخلص. زين هسه تقول لي راح منك لحد الآن يعني ثلث ساعة أكثر طار منك وأنت تقول أنا بعدني ما بادي بالموضوع. وشنو موضوعك بالضبط؟ أقول لك شنو موضوعي بالضبط. قبل لا أبدي بموضوعي بالضبط أسأل شبابنا الأطياب وياي لو عافوني. أنا قلت لكم اعطوني ساعة، ايش قد ضيعنا من عمرنا؟ هاي الساعة اعطوني إياها خلينا نستفيد منها أنا وياكم. زين موضوع الليلة بالضبط أيها الإخوة، أريد أسلط بعض الضوء أو أسلط الضوء على بعض فقرات خطبة السيدة زينب في مجلس يزيد. السيدة زينب خطبت كم خطبة؟
بس أنا أريد أسلط الضوء على يا خطبة مجلس يزيد. طبعا هم مو كل الخطبة طيني شهر أسولف، لا، كم فقرة أو مو كم، حتى مو كم فقرة، لا، أريد أسلط الضوء على بعض المفاصل المهمة بخطبة السيدة زينب. الله ايش قد عندي كلام مهم راح أقوله الليلة وبكرة الأحبة ذا يبقون وياي، ايش قد عندي كلام مهم. أسلط الضوء على بعض المفاصل المهمة بخطبة السيدة زينب. السيدة زينب إخواني كان أكو عندها استراتيجية بخطبتها فظيعة اشتغلت عليها. أقول فظيعة، هاي الاستراتيجية كون نكشفها. شو تقولي شنو هاي الاستراتيجية؟ شنو هاي الاستراتيجية؟ أقول لك مثلا السيدة زينب عليه السلام أول ما بدت قالت له، هسه قبل هاي 3 آية راح أوقف يم الآية، ليش زينب اختارت هاي الآية؟ ما أدري الأحبة ذا السنة تابعوا مجالسي كانت تبث 30 ليلة من 1 محرم 30 محرم، اختاريت الآيات اللي اختارهن الحسين بكربلاء وبينت الربط بين الآيات وسبب اختيار الحسين إلهن. يعني الحسين اختار الآيات الارتباط بكربلاء، فإذا عرفناها عرفنا ما يقصده الحسين من اختياره للآيات دون سواها. هسه تلك الآيات خلينا نسميها الحسينية تكلمت بيها من 1 محرم 30 محرم للإخوة التابعة على الفضائيات. هسه وين كان عندنا ليلتين قليلات، خلينا نختار الآيات الزينبية. هاي زينب بخطبتها اختارت آيات. عود ليش اختارت هاي الآيات؟ قبل لا أجد الآيات اللي اختارتهن زينب بخطبتها دون سواهن أريد أقول قضية أخرى. أقول أكو هيكلة بخطبة السيدة زينب، مفاصل عظيمة أريد أركز عليها. السيدة زينب برا الآية اللي اختارتها قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا. باوعني ليش قالت له يا يزيد؟ أظننت يا يزيد حيث أخذت كذا 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 كذا، كأنه السيدة زينب حملت مسؤولية كل ما جرى على آل البيت من كربلاء للشام بركبة منو؟ يزيد. عود ليش مهم تحمل المسؤولية؟ إيه مهم. عود ليش مهم؟ لأن يزيد قام يخلي الدعايات شو تقول؟ تقول يابا احنا قلنا للابن مرجانة نكتفي من الحسين بالبيعة، إن بايع فبها، ما بايع تفاوضوا وياه. احنا ما قلنا لابن مرجانة اقتل الحسين، هو تبرع بقتل الحسين لأن يزيد درى جريمة قتل الحسين، راح تدمر بني أمية وراح تعريهم أمام التاريخ، فراد يذب الفعل براس منه؟ براس ابن مرجانة. قال عمي عجل عليه ابن مرجانة فقتله. أنا ما مسؤول عن، أنا ما قلت له اقتل الحسين، بس هو هذا أرعن قتل الحسين وورطنا بدم الحسين، فراد يخلص منها يزيد. زينب أمام الشام إيش قالت له؟ أظننت يا يزيد حيث فعلت قتلت سبيت، فالمسؤول عن قتلنا سبينا دمارنا كذا منه؟ مو ابن مرجانة أنت. أنا هاي أمام التاريخ أحملك مسؤولية كاملة كنت تتحملها. أظننت يا يزيد، خلص شالت كربلاء كلها ذبتها برقبته. بعد ابن مرجانة، عمر بن سعد، شمر، تقول له ذولا أدوات فلسين ميسون، اللي أمر بقتلنا سبينا منه أنت. أنا بس أريد أراويك يا أخي والله تتلعثم الكلمات بفمي، بعدني ما مبين الأدق، بعدني اسمع. شوف ايش سوت هاي الطاهرة الزكية، شوف ايش سوت. زين هي حتى ظننت يا يزيد مو سهلة، كبيرة. لما الحاكم تحمله مسؤولية مو سهلة القضية أيها الإخوة، مو سهلة. يأمر وينهى كل شيء، قتل الحسين كل شيء بيده. زينب تقول أنت المسؤول عن قتلنا. زين هاي يراد جرأة، قوة، جرأة مو سهلة. أخواني مو هسه احنا ليش نصير يعني، انتم تتذكرون هسه شبابنا خصوصا كبارنا اللي بالسن يعرفون ايام الطاغوت اللي حكم العراق، مو نسواننا زلمنا من كانت تروح المجلسه، شايفيها شلون تسولف وياه لو ما شايفيها؟ الزلم مو النسوان، شايفيها شلون تخضع وتركع وتسجد وتخاف وتكذب وتتملق مو لا، لان يقول لك هذا طاغوت، هذا اشاره يذبحني. شايفين الزلم شو يصير بها؟ وتصير لا احترام لا عبد، يصير ذليل امامه. زينب امام يزيد وهي امراه
تقول له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق إلى آخره. ما يعني ضرب قوي، يعني ضرب قوي. زين تتصور؟ لا أرجوك بقوي، هاي باوعني شوفني، لا شوفني. تتصور القضية بس هاي؟ لا. زينب ما اكتفت بيزيد تحميل المسؤولية، لا، صعدت بعد درجة لفوق. شلون صعدت درجة؟ مشت بالخطبة إلى أن قالت له: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك إماءك ونساءك وسوقك بنات رسول الله. أمن العدل، أول فقرة بالخطبة قالت له يا يزيد، بعدين ايش قالت له؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء. زين لما تقول له يا ابن الطلقاء صعدت درجة بعد لفوق يوم ما صعدت؟ ها؟ يا ابن الطلقاء يعني ابن منو؟ من هم الطلقاء؟ معاوية طليق، أبو سفيان شنو؟ طليق. ذول اللي فتح مكة النبي قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. قالت له أمن العدل يا ابن الطلقاء، يعني تريد تقول له يزيد أنا مو بس لك أحملك المسؤولية مال دم الحسين، لا 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 لا، إيه أنا المسؤولية أحملها للخلاك بمكانه. أبوك وجدك الحكموا، لو ما ذولاك حكموا أنت شنو؟ أنت ما تصير يا ابن الطلقاء. هاي من جهة، يعني قالت له حتى أبوك بيشترك بدم الحسين، جدك هم بيشترك، عشيرتك بني أمية هم كلهم مشتركون بقتل الحسين. بس ما يعني الله يحرسك. زينب كانت تضرب مو بس هاي القضية أنه أنتم مشتركون. زينب لما تقول له يا ابن الطلقاء، المسلمين كلهم حافظين أن الطلقاء محرمة عليهم الخلافة. شلون محرم عليهم الخلافة؟ إخواني، كتاب الفتوح لابن أعثم مصدر مو شيعي. 2 كتاب مقتل الحسين للخوارزمي سني مو شيعي الخوارزمي. في كتاب مقتل الحسين، وصاحب ابن أعثم في كتابه الفتوح ذكر أن النبي قال. طبعا من الذي نقل عن النبي؟ الحسين. وين؟ لما اجتمع مع الوليد ابن عتبة ومروان لما أرسل عليه بالمدينة، القصة حافظيها، من دزوا على الحسين بالليل وقال له لبايع معاوية مات. الحسين ايش قال لهم؟ قال لهم سمعت جدي يقول مقتل الحسين الفتوح لابن أعثم ومقتل الحسين الخوارزمي والمصدر سنيان. سمعت جدي يقول أن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء. جدي على المنبر قال الخلافة محرمة على الطلقاء وأبناء فالمسلمون كلهم حافظين الطلقاء الخلافة شنو؟ محرمة عليهم. عود ليش محرمة عليهم؟ لا يؤتمنون عليها. ليش لا يؤتمنون عليها؟ لأن ذولا دخلوا بالإسلام رغبة يا خوفا من قوة الإسلام، لو رغبة من البداية يدخلون بالإسلام، بس هم ما دخلوا إلا لما النبي سيطر على المدينة وسيطر على مكة قال له صرنا مسلمين. ذولا اللي عبر عنهم علي بن نهج البلاغة والله ما أسلموا ولكن استسلموا. هيك عبر عنهم أمير المؤمنين، ما أسلموا ولكن شنو؟ استسلموا مو أسلموا. ولهذا ذولا يؤتمنون لو ما يؤتمنون على الإسلام. فالنبي قال محرمة الخلافة على الطلقاء وأبناء الطلقاء. جيد. باوعني زينب لما تقول له أمن العدل يا ابن الطلقاء، يعني شو تريد تقول له؟ يعني يابا أنت الخلافة محرمة عليكم، لأن جد النبي شنو علم المسلمين؟ الخلافة على الطلقاء محرمة، مو بس على الطلقاء، على شنو؟ أولادهم هم الخلافة محرمة عليهم. النبي حرم الخلافة أمام المسلمين على آل أبي سفيان وأنت منهم، وعلى الطلقاء وأبناء الطلقاء وأنت هم شنو؟ منهم. فالخلافة محرمة عليك من كل الجوانب. زين أنت شلون صرت خليفة اليوم؟ أمن العدل يا ابن بالبداية قالت له يا يزيد حتى تحمله، بعدين قالت له أنت مو ابن طلقاء، شلون صرت خليفة؟ وهي سبية، وهي سبية. يعني ضربته وضربة أبوه ضربة أجداده ضربة بني أمية كلهم ضربته. زين اكتفت بذلك زينب؟ يعني بدت بيزيد، ثنت بالطلقاء وأبنائهم والعشيرة اللي تحكم، يعني الأسرة المالكة الحاكمة كما يسمى اليوم، الأسرة الحاكمة ضربتهم كلهم بعقر دارهم. زين اكتفت؟ شوف وين صعدت. نبغى لي شوف وين صعدت. طبعا تدرون هسه شو تقول لي؟ تقول لي لعله يزيد ما يخالف واحد يحكي عليه. طبعا مو ما يخالف، بس مثلا
تقول يزيد يزيد، هو ما يخالف. تقول لي مثلا حتى معاوية يعني مو بذاك الدرجة اللي المسلمين كلش متوترين عليها، لا والله متوترين عليها، بس مع ذلك بس يجوز واحد يضربه ما يخالف. الأوائل أكو واحد يقدر يدنا لهم؟ هم لليوم ما حد يدنا للأوائل. من هم الأوائل؟ الذين أسسوا أساس الظلم والجور على آل البيت. بعد الفكرة عندكم واضحة مو؟ ذولاك لليوم ما حد يدنا لهم، كلها تقول ذولا خط أحمر. سابقا شلون؟ سووا لهم هالة من القداسة بحيث الكل ما يدنا لهم، الكل يخاف منهم، الأوائل. تدرون زينب ايش قالت له بآخر خطبتها؟ بس باوع علي. تدرون زينب ايش قالت له بآخر خطبتها؟ قالت له سلام الله عليها: وسيعلم من بوأك ومكنك من رقاب المسلمين أن بئس للظالمين بدلا. سيعلم من بوأك ومكنك. سؤال: من هو الذي بوأه ومكنه؟ زينب هنا بعد اتجاوزت الطلقاء وأبناء الطلقاء، راحت لوين؟ راحت للأساس. اكو استراتيجية كان عندها. أول ما ضربت يزيد حتى تهيئهم للأكبر، لو بادية بالأكبر تصير ضجة، رأسا قام يزيد قال لهم شوفوا هاي تحكي على الفلاء كذا إلى آخره، ما نقدر نحكي. شوفوا هاي تدور فتنة، هاي شق عصا المسلمين. لا بدت بيزيد. سكتوا. هو فعلا من اللي قتل حسين؟ يزيد. بعدين صعدت فوق يزيد، أبوه أجداده هم سكتوا. بعدين وين وصلت؟ للكبار. يعني زينب ابتدأت من النهاية وانتهت بالبداية. هو عادة الإنسان اللي ما عنده استراتيجية بالشغل يبدأ منين؟ طبعا في بعض المجالات، مو في كل المجالات، يبدأ من البداية وينتهي بالنهاية. زينب بدت من النهاية يزيد، ثمرت ذولاك، وانتهت بمن؟ بالبداية الأوائل. وهذه حقيقة هذه استراتيجية استخدمتها العالمة الغير معلمة. ولهذا السجاد قال: عمه أنت عالمة غير معلمة، ايش قاعد تسوين؟ ايش قاعد تشتغلين انت؟ ايش قاعد تضربين انت؟ هذا ضرب استراتيجي بعيد المدى، ايش قاعد تسوين عمه؟ أنت عالمة غير معلمة. بدأت بيزيد، انتقلت البني أمية، انتقلت للأوائل، قالت له: وسيعلم من بوأك ومكنك. ذولاك الأساس، لو ما ذولاك أنت ما وصلت هنا، ما تصعد على منبر جدي. أقول أكو مفاصل في خطبتها مرعبة مخيفة. أعطيك مفصل آخر إذا تريد تلتفت له. هسه هذا سميه البداية من النهاية والنهاية بالبداية، هيك سميه، هيك عنونه. أعطيك مفصل آخر بخطبتها. إذا تشوفون خطبة زينب بالكوفة ما قالت والسلام على جدي رسول الله، حمدت الله وشكرته وصلت على رسول الله وبدت خطابها. بالشام هكذا قالت زينب. أنا متعمد جايب مصدر وياي، باوع علي. قالت: الحمد لله رب العالمين والصلاة على جدي سيد المرسلين. لا باوع علي، بالكوفة ما قالت والصلاة على جدي، قالت الصلاة على رسول الله. أما بالشام ايش قالت؟ والصلاة على منو؟ جدي. عود ليش بالشام استخدمت جدي؟ الكوفة يعرفون زينب منو، أبوها منو، لأن أبوها عايش بالكوفة، حكم بالكوفة، يعرفون زينب، ما تحتاج تقول لهم أنا بنت رسول الله، يعرفوها. بالكوفة ما تمشي دعاية ذولا خوارج، ما تمشي بالكوفة. الكوفة يعرفون منو علي بن أبي طالب، منو أولاده، منو بناته، معروف عند الكوفيين. أما بالشام القضية ما واضحة بالشام. الدعاية مش ذولا خوارج. ولهذا قام واحد اليزيد قال له: هب لي هاي الجارية لتكون خدامة ببيتي. ما جارية. ما زينب قالت: والصلاة على منو؟ على جدي رسول الله سيد المرسلين، أنا بنت المصطفى. شوفوا حتى استخدامها للعبائر بالكوفة شيء وبالشام شيء آخر. هذا يدل أنه كانت تعمل بعلم لدني. زينب عندها مخطط استراتيجي أن تخلي فتح الحسين يصل الدنيا، يلتقم الدنيا، يطوق الدنيا ببركتها، بعملها، بخطبها، بإعلامها، بما قامت به. نجحت وأذلت بني أمية وأنهتهم ودكتكت عروشهم، ملاحظ، وقتلتهم، قضت عليهم. هاي العالم الغير معلم. زين.
بس هذا لا مو بس هذا. هسه هاي نكتة ثانية بخطبتها، نعطيك نكتة ثالثة. عافوني الإخوة وبعدهم وياي. هذا الوقت يركض يسوي له. صلوا على ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس هذا لا مو بس هذا. شوفوا الآيات اللي اختارتها زينب. أرجوكم التفتوا لي، أنا أكو عندي حكي هواي. راح أختار بس آيتين اختارتهن زينب وأسلط الضوء عليهن. شوفوا الآيات اللي اختارتها زينب. أول خطبتها سلام الله عليها والمصدر بين يدي، أول خطبتها أول حكاية من بعد ما حمدت صلت على جدها مباشرة تلت هذه الآية، والآية في سورة الروم. والآية في سورة الروم. طبعا كان بإمكانها يعني، بس أرجو أن الأحبة يلتفتوا لي، نريد نحلل. كان بإمكانها العالمة الغير معلمة مثلا تستشهد بيا آية بالبداية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. الآية بمحلها يوم مو بمحلها، بمحلها يعني. أو تستشهد بيا آية زينب: ولا تحسبن الذين قتلوا لو أنا وياك، لا بس ما بعد، لو أنا وياك الله وكيلك نستشهد بيا آية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل شنو؟ بل أحياء عند ربهم، أو ولا تقولوا لمن يقتل في بل أحياء ولكن لا تشعرون. نستشهد بهاي الآية، نستشهد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. مو هاي الآيات اللي نستشهد بها غيرهن؟ جاوبوني. ذن شوف زينب استشهدت بها آية. شوف زينب أول آية تستشهد بها يا آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جدي، أو والصلاة على جدي سيد المرسلين، صدق الله سبحانه كذلك يقول. هاي أول آية استشهدت بها زينب، افتتحت بها خطبتها. شو يقول الله جل وعلا؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. أساءوا السوء يعني شنو؟ يعني ارتكبوا الذنوب على الذنوب، ارتكبوا الذنوب على الذنوب وتراكمت ذنوبهم. تراكمت مع توبة يوم من دون توبة. خلو اكو توبة ما تتراكم الذنوب، لأن يعني التوبة تمسح الذنوب يوم ما تمسح. فلما تتراكم الذنوب على الذنوب يعني الذنوب من دون شنو؟ من دون توبة. ذولا شنو عاقبتهم؟ اللي تتراكم ذنوبهم، وذنوب على الذنوب وذنوب على الذنوب وذنوب. هنا أنا هم ضربت زينب، يعني تريد تقول له يزيد هذا اللي وصلت له تدري شنو سببه؟ سبب الذنوب على الذنوب اللي ارتكبت بحقنا من يوم أمنا فاطمة وما جرى عليها إلى اليوم. هاي أنتجت الذنوب لما تتراكم بهذه الطريقة التدريجية. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هاي الإنسان من تتراكم ذنوبه على ذنوبه، ذنوبه على ذنوبه، ذنوبه على ذنوبه، يوصل إلى عاقبة شنو؟ يكذب بآيات الله. مو بس يكذب، يقوم شنو؟ يستهزئ بآيات الله. زين هذا احنا مو عندنا لكل مقام شنو؟ مقال. لكل مقام مقال. هسه عود هذا المقام شنو؟ هذا مقاله. شنو المناسبة بين المقام والمقال؟ يعني شنو المناسبة بين الوضع اللي كانت به زينب وبين استشهادها بالآية؟ مو احنا قلت لكم قبل شوي لو قالت وبشر الصابرين الربط واضح باعتبار هي مسبية وإلى آخره. ولا تحسبن الذين قتلوا الربط هم شنو؟ واضح باعتبار الحسين شهيد وتقول له الحسين حي. شنو الربط بين مقامها ومقالها؟ قالت ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. شنو الربط بين المقام والمقال؟ والله يا سيدي هذا الربط لو أسولف لك يعني ما أدري قد أسولف لك. الله يشهد ما أدري قد أسولف لك. الله يشهد ما أدري قد أسولف لك. والمشكلة من أوقف أمام بحر من العلم ما أعرف شلون أبدي، يعني مثل الأحتار صدق، يعني منين أبدي شلون أنتهي أدوخ.
اكو بحر هنا من الحكي، بحر مو نهر، بحر. فهذا البحر ايش اخذ من يعني ما ادري. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون. اظننت يا يزيد؟ زين شنو الارتباط والترابط بين مقامها ومقالها؟ طبعا هي زينب تدري وقت خطبت يوم ادري، خليني اقول لك، من شافت يزيد قام يضرب ثنايا الحسين بمخصرته. كان بيده قضيب مخصرة، وكان شنو؟ يضرب الرأس الشريف أمامها. زينب خطبت. طبعا مو بس كان يضرب الرأس، كان يستهزئ. لا باوع لي أرجوك، من كان يضرب الرأس كان يقول للحسين، يقول له أرأيت الضرب يا حسين؟ شفت الضرب شلونه؟ فكان يستهزئ بالرأس وكان يضرب الرأس. زينب خطبت، أول آية تلتها هذه الآية. باوع لي شوف الربط. زين قالت له ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا أن كذبوا بآيات الله، وأشارت على الرأس وكانوا بها يستهزئون. هذا اللي قدامك ترى آية من آيات الله أنت قاعد تكذب بها وتستهزئ بها. أسألكم بالله، هذا الرأس اللي يزيد استهزئ به وضربه قبل كم يوم ايش كان يتلو على الرمح؟ ايش كان يتلو؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من شنو؟ عوف عجبا، كانوا من آياتنا عجبا. الحسين كان يقرأ هاي الآية، كانوا من آياتنا عجبا، يعني آية رأس الحسين أعظم من آية أصحاب الكهف. لا انت دي شوف الحسين ليش كان يتلو هاي الآية؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فذاك ايش قال له؟ قال له رأسك أعجب، يعني آيتك، آية رأسك أعظم وأكبر وأعجب من آية أصحاب الكهف. فإذا رأس الحسين شنو؟ آية أعظم من بقية الآيات، أعظم من آياتنا عجبا. قال له رأسك أعجب، أكبر، أعظم. وياي الأحبة يولا، فإذا الحسين بتلاوته الآية كان يريد يبين أن رأسه آية شنو؟ كبرى، عظمى، أعجب من بقية الآيات. فرأس الحسين آية كبيرة. هذا الحسين نفسه يقول. زينب استشهدت بنفس المعنى اللي الحسين كان يريد يثبته من خلال تلاوته لهذه الآية على الرمح. قالت ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فهذا الرأس الحسين قال عنه آية، وزينب ايش قالت عنه؟ آية. سبحان الله. شوف الاتفاق، شوف الترابط والاتفاق بين الحسين وزينب، الاثنين يقرون آية بنفس الاتجاه. يا إخوان لن نمر على هاي الحقائق الدقائق مرور الكرام. ليش الحسين يختار هاي الآية؟ ليش زينب تختار هاي الآية؟ والآيتان باتجاه واحد، أن هذا الرأس آية عظمى. زين شلون يستهزئ بها يزيد؟ زينب قالت له اللي يكفر بالله وتكثر ذنوبه وتتراكم ذنوبه عاقبته أن يكذب بالآيات ويستهزئ بالآيات. الله قال ذلك يا يزيد، وأنت تطبيق هذه الآية العملي. أنت شوف التطابق بين زينب والحسين. زين أنت هذا حرام نمر عليه مرور، هذا حرام نمر عليه مرور الكرام. هذا كون نوقف عنده نتأمل نتدبر به، خصوصا إذا علمنا أن أوجه التشابه بين الدائرة الاصطفائية الثانية من آل البيت والأولى كثيرة جدا. هسه أنا هذا هم بحث بحد ذاته، بس أنا أدخل بيه شيء يخلصني. أكو عندنا دائرة اصطفائية أولى بآل البيت، عندنا دائرة اصطفائية ثانية. الأولى 14، الثانية زينب، العباس، علي الأكبر، سبع الدجيل،
منو بعد؟ القاسم، فاطمة المعصومة. أوجه التشابه كثير بين الدائرة الثانية والأولى. يعني أضرب لك مثال، تعال هاي شلون هذا وايكو حكي هنا. من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. من زار فاطمة المعصومة بقم عارفا بحقها وجبت له الجنة. الحكي واحد يوم مو واحد، مع أنه المعصومة من الدائرة الأولى والثانية ثانية، والحسين أولى، بس التشابه واضح. الحسن العسكري شك ثوبه على أبيه الهادي، وشك ثوبه على أخيه سيد محمد سبع الدجيل. الحسن العسكري من الدائرة الأولى يشك ثوبه على الهادي من الدائرة الأولى، ويشك ثوبه على الهادي وهو من الدائرة الثانية. لا، سبع الدجيل الثانية، مو من الأربوطة على سبع الدجيل. سيد محمد شوف، بس باوع لي فداكي أبوكي. النبي يقول للفاطمة، النبي دائرة اصطفائية أولى، فاطمة دائرة اصطفائية أولى. زين، الحسين يقول للعباس ليلة العاشر اركب بنفسي أنت. الحسين دائرة اصطفائية أولى، العباس ثانية. الحسين يقول له فداك نفسي. النبي يقول للفاطمة فداك أبوك، مع أن هناك دائرة أولى هنا ثانية أولى، بس نفس المضمون. هاي نمر عليها بسرعة. ها شو نفس زينب، باوع لي نفس زينب. من بكى وأبكى على الحسين 10 9 8 الصادق 1 فله الجنة. حكى عدل ولا؟ رسول الله لما ولدت زينب الباكي عليها كالباكي على أخويها الحسن يعني وجبت له الجنة. تشابه واضح يوم مو واضح؟ هاي شلون نمر عليها بسرعة؟ حرام نمر عليها بسرعة، هذا أنا حكي ثقيل أكو. زين، الحسن والحسين، راح وقتي. الحسن والحسين يولدان، من الذي سماهما؟ أتصور عندكم فكرة. الإمام علي قال للفاطمة، قال سميتيهم؟ قالت له ما أسبقك، أنت سميهم. قالها أني هم شنو؟ ما أسبق النبي. اجوا للنبي قالوا له سميهم، قال أني هم شنو؟ ما أسبق ربي. نزل جبرائيل قال له الله يقول لك حسن، هذا سميه حسن. ولما اجى الحسين هم نفس العملية، قال له سميه حسين. راجع كتاب حياة السيدة زينب للشيخ جعفر النقدي، شوف حكي صح، قاعد أبالغ. ولدت زينب، يا أمير المؤمنين قال سميها الفاطمة. قالت لا أنت سميها. قال أنا ما أسبق النبي. النبي قال أنا ما أسبق ربي. نزل جبرائيل قال له سميها زينب. طبعا كلغة زينب يقولون نبتة صحراوية بيضاء اللون طيبة الرائحة، زينب باللغة. كاصطلاح شفت صاحب الأسرار الزينبية يقول زينة أبيها، زينب زينة أبيها. هسه بالنتيجة طريقة تسميتها نفس الحسن، دائرة الاصطفائية الأولى يوم مو نفس. ليش ما يجاوبوني الأخوة؟ شنو التشابه؟ تعال فهمني، وأنا ما أفتهم، أنت فهمني. نفس الكلام، هذا من مر عليه مرور الكرام. علي بن أبي طالب الصفيني باوع للشمس، ابن عباس يقول له خير، قال له شوف وقت الصلاة، قال له وين الصلاة؟ معركة ضروس. قال له على من نقاتلهم يا ابن عباس؟ زينب ليلة 11 تصلي شنو؟ صلاة الليل. صلاة مو الواجبة، عوف الواجبة الليل. زين العابدين يقول عم لا تنسيني في نافلة الليل كأبيها أمير المؤمنين. هذا تشابه بين ثانية وأولى. هاي الموارد ما نمر عليها بسرعة، هاي دليل على قرب هؤلاء من الدائرة الاصطفائية الأولى. ولا شو تفسرها؟ شو تفسرها؟ الحسين يتلو آية أم حسبت أن راسه يشيل الراسه أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. زينب تقرأ على الراس وتقول لليزيد ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن شنو؟ أن كذبوا بآيات الله، وتأشر على الراس وكانوا بها يستهزئون. تماما نفس المضمون والمعنى اللي الحسين قاله زينب هم شنو؟ قالته. فعلا عالمة غير معلمة كما قال السجاد. زين هسه تقول لي وهذا حكيك وهذا خبصتنا جديد عندي ودقائق اكو. لا بعدني، هسه راح تشوفون بكره اذا بقينا ان شاء الله. بعدني يوم ما بعدني ابالغ يو احكي واقع.
باكر راح اشوف مصادر جايب وهوسه وما كمل. بكره ان شاء الله شنو؟ نكمل. انه ليش زينب جابت هاي الايه من اياتنا عجبا؟ شنو الربط بين الايات وراس الحسين واستهزاء وتكذيب؟ وش تريد تقول لي يزيد؟ شو تريد توصل رساله زينب؟ هذا باكر نفتح الملف، احنا لحد الان نحوم حول الملف، اما فتح الملف في الليله الاتيه ان شاء الله تعالى. السيده زينب عظيمه كبيره. احنا سنه كامله نبكي على زينب يا ولا؟ احنا 10 ايام مال محرم، مو 10 ايام، شهر محرم، شهر صفر، احنا عليها ما نبكي على زينب. زين شلون ليله وفاه زينب؟ شلون؟ تعال فهمني شلون نبكي عليها زينب؟ شلون نبكي عليها زينب؟ تعال فهمني شلون نبكي عليها زينب؟ والله انا هم تقول لي ايش تقرا الليله؟ والله ما ادري ايش اقرا، اقسم بالله ما ادري ايش اقرا، لانه المصيبه من تكون كبيره بعد ما اعرف ايش احكي، هاي مشكلتي. زينب لما رجعت للمدينه وتلقاها عبد الله بن جعفر زوجها، انا دوم اقول على المنبر، اقول كل شيء الشعراء كتبوا بزينب الا هاي المصيبه شاعر واحد كتب. زينب والنهر، زينب والعباس، زينب والحسين، زينب والسبي، زينب والاطفال، زينب والنسوان، زينب والكذا، زينب محمد بن حنفيه، زينب والسجاد، زينب من رجعت الدار الحسين، زينب والعليله، زينب وام البنين، زينب كله كتبوه. هذا زينب وزوجها من رجعت زينب عندها زوج عبد الله بن جعفر، ما شفت شاعر كاتبه الا هذا الشاعر الشيخ محمد سعيد المنصوري الله يرحمه، يقول لما رجعت لبيتها ظل يسولف وياها عبد الله بن جعفر، يقولها سالفي وسالت عيونه يا زينب هالمصاب والموت دونه، والله دونه تقله بالمجالس دخلونه، نوبه مشي تراني ونوبه اعذار يا ابن عمي وعلي يصعب مغانه، طبت المجلس يزيد ومكانه، يا ابن عمي وعلي يصعب مهانه، طبت المجلس يزيد مكانه، وضرب راس الحسين بخيزرانه، يصعب وشد من ذيك وكبار يا ابن عم المجالس طببانه وشتمه وجدنا غومنا وابونا وماتت بالخراب بنيت اخونا، وماتت بالخراب بنيت اخونا، يتيمه ولوعوها القوم اكثر. ودي اوقف زينب، اريد اوقف زينب، ما اريد ابكيهم، اريد ابكي الشباب، اريد ابكي الشباب. اي والله يتيمه ولوعوها القوم اكثر. ايش قاموا تسوي من رجعت زينب للمدينه؟ باوعني ايش قاموا تسوي من رجعت للمدينه؟ قام تنصب العزاء على الحسين. ايه قاموا تسوي تعزيه للحسين كل يوم، وتجي النسوان مال المدينه وتبكي على الحسين، زينب تنعى والنسوان تبكي. ليله وحشه وونه ودمعه والكل يبكي وزينب تنعى. ليلة وحشة وونه ودمعة والكل يبكي وزينب تنعى، والكل يبكي وزينب تنعى. وصل الخبر ليزيد، قال لهم هاي بقائها بالمدينة يشكل خطر علينا، هاي طلعوها من المدينة جيبوها للشام حتى نخليها تحت المراقبة. الله أكبر. زينب ما تحب الشام، زينب وينها وين الشام؟ هسه لو قايل ودوها الكربلة زينب تفرح تقضي عمرها يم الحسين. ايش مقعدها؟ هي من وصلت الكربلة بالأربعينية. قالت له أبا عبد الله أنت سليتني، أنت اختلتني. ايش قالت له؟ قالت له أبا عبد الله وحق راسك اللي جبته وياي، والسجاد حفر قبر الحسين ونزله الراس.
قالت له وحق راسك يا أبا عبد الله، لولا منطيتك قول أوصل أيتامك للمدينة كانت، بس الخالني أبقى عدله أطفالك، لأن أنت قلت لي ذولا أمانة برقبتك، فأنا أرد أوصل أولادك وبنياتك للمدينة وأموت. أبا عبد الله أنا خلصت، أنا متت، أنا انسليت، كربلة سلتني أبا عبد الله. أبا عبد الله الأرض بكت دم، أنا شو أسوي؟ السماء بكت دم، أنا شو أسوي؟ أنا شو أسوي أبا عبد الله؟ عمي أنتم يوم العاشر من تسمعون المقتل تموتون يوم تموتون. زينب شافت بعيونها الحسين من آدم محمد الأنبياء يبكون عليه، والحسين بعد ما مقتول وهم يبكون. زينب شافت بعيونها. أنت بعد 1400 سنة أقرأ لك مصيبة الحسين تبكي. زينب شافت بعيونها، شافت الخالد تدوسه، شافت رأسه على الرمح. شو تسوي زينب؟ فقالت له كربلاء سلتني أبا عبد الله، ووصلت للمدينة وهي عليلة مريضة. اجى الأمر طلعوها من المدينة ودوها للشام، لزمتها سكينة. يا عم الوحدك ما يصح تمشي، يا عم الوحدك ما يصح تمشين، يا عم انت مريضة وما تقدرين، والله ما تقدرين ومالك قلب للشام ترحين. عود ليش؟ عم مالك قلب للشام ترحين. الهسه بقلبك جروح الدواوين. عم الهسه بقلبك جروح الدواوين. ايش بيها الدواوين؟ عم الدواوين من بساط ضربه وثغر الحسين. يا عم قبال عينك وانت تبكين. ودعت دار الحسين، ودعت الأكبر، مكان الأكبر القاسم عبد الله بن جعفر. قالت أخرنا زينب كون نمشي، هذا يزيد جايب حماية وحرس وكون نمشي يلا. قالت له يا عبد الله بعد ما قاضي الوداع، بعد دار الجفيل نزورها بساعة، والله بعد دار الجفيل نزورها بساعة. يا ببساع لحق على زينب حلو الاطباع، خلني مبارك اشتم ريحة القاع. الله يا خلني مبارك اشتم ريحة القاع. وراحت للشام وشافت الشجرة اللي صلبوا عليها راس الحسين، وشبقتها وماتت زينب. الشاعر بيت الدعاء يقلها آية لوحدك مالك حبايب، لا خوان يمك لا قرايب. آية لوحدك مالك حبايب، لا خوان يمك لا قرايب، والتمت عليك المصايب بعد يا أبا المصايب، وبثوبك تراب الخرايب.